الحياة تدب بترقب حذر قبل أيام من موعدها مع التغيير. التغيير الذي سيمنح الابتسامة إجازة ويجعل من الدموع عنوانا للحكاية. إنه الحزن. إنه الحزن الذي لا بد لنا من أن نتذوق مرارته، تاركا لنا خيارين اثنين: أما أن ندمن شرابه المر ونستكين لضرباته، وإما أن نربي أنفسنا على مصاحبته والتعلم من تجاربه. العراقيون شديدو التمسك بالحياة، لكن الموت يباغتهم دائما باحتمالات مريبة تمنحهم إحساسا بالمظلومية التي وصلت إلى حد النخاع اللغوي، ما انعكس على طريقة تعبيرهم عن الفرح والحزن على حد سواء. العراقيون وارثون جيدون للجدل والحلم والحكايات والحزن الذي سيكون محور حلقتنا. أنا محمد العرب في مهمة خاصة لسبر أغوار تفاصيل رحلة الدموع من بلاد ما بين النهرين إلى مملكة البحرين. هكذا وفي الموعد نفسه من كل عام ترسو سفينة الحزن العراقية المحملة بالدموع في ميناء البحرين لإحياء طقوس عاشوراء المرتبطة بذكرى استشهاد الإمام الحسين. قيل قديما أن الحزن أصدق من الفرح، ولكن هل الحزن ثقافة أم فلسفة؟ الحزن عند العلماء، يعني قصدي الحكماء الفلاسفة، هو ألم نفساني يغمر النفس كلها. قد يأتي ألم على النفس ولكنه جزئي، ولكن الحزن عندما يستولي على النفس يغمرها، وعبروا عنه بكلمة يغمر النفس من الغمر، وهو عمق البحر، أي أن النفس تغرق في الحزن. يحمل الحزن هذه اللوحة المشرقة جدا، وهي لوحة الإصلاح ومواجهة الفساد. فالحزن حركة سياسية، حركة ثقافية، حركة توعوية، وليس الحزن ثقافة لوحده، وإنما هو يختزل كثير من المعاني. يمكن أن نقول عنه حالة من الوعي المركز، خصوصا إذا انتبهنا إلى أن الحزن هو حالة من التعبير عن الإصلاح الشامل الذي لا يتعلق فقط بمفرد السياسة. الحزن، من خلال الحزن نطرح قضايا عامة، نطرح قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية وحتى اقتصادية ومالية، حتى ما يعاني منه المجتمع اليوم يمكن أن يحتضنه أو تحتضنه عاشوراء بكل رحابة صدر. سفينة الأحزان تتحرك هنا وهناك، يعني ما يمكن يوم يمر لا يوجد فيه حزن الإنسان. فمع تراكم الأحزان، تراكم الأوجاع البشرية أيضا والتاريخية، الإنسان يبحث له عن موقع كبير لينفس عن وجعه، عن دمعته، عن ألمه، عن حزنه. فلذلك كل الجروح تبقى صغيرة أمام الجرح الكربلائي. من بعدهم تذريح والشبيبة في عليه ذوى، من بعده ناعي بالعز والظفر يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على هذا العام استقدمت مجالس العزاء في البحرين أكثر من 70 منشدا عراقيا، بالإضافة إلى مثل هذا العدد من العراقيين المقيمين في البحرين
ودول أخرى جاءوا بأصواتهم الحزينة لتأثيث المشهد الجنائزي لعاشوراء، لأنهم والعهدة على الراوي الأكثر تأثيراً في جموع المعزين. الدموع تلك الرسائل الصامتة تنهمر عندما يصبح البكاء ضرورة، قد تكون طلباً للصفح أو تكفيراً عن ذنب، أو لعلها فلسفة الموقف والتاريخ. سلاح الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس هو البكاء. الإنسان إذا بكى يستعين ببكائه على نفسه فيقربها من الله تبارك وتعالى ويبعدها عن الشيطان، يقربها من الرقة ويبعدها عن الغلظة. في علم النفس سيكولوجيا يسمونه التماهي الإسقاطي، بمعنى أن تتقمص وجع الآخر فتعيش ذات الوجع. في النهاية كل إنسان يحمل في داخله ألمه الخاص، وجعه الخاص، حزنه الخاص، فيأتي في هذا الموقع هو جزء من بكائه على الواقع، وجزء أيضا من بكائه على الواقع الذي يعيشه، من واقع اقتصادي، من واقع سياسي، من واقع اجتماعي، من واقع ثقافي. فتتداخل الدموع، تتداخل الأوجاع، تتداخل الآلام، وتنفجر كلها أمام كربلاء. البكاء تنفيس عما في النفس من الحزن، ولذا تطلع الدمعة كما يقولون حارة. أما إذا التقى الإنسان بحبيبه وبكى تخرج الدمعة باردة، وهذا من خلقة الله سبحانه وتعالى في هذا البشر. يعقوب عليه السلام لما فقد يوسفه ماذا قال عنه تعالى؟ وتولى عنه وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ويعقوب نبي ووالده نبي وجده نبي، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكلهم أنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الجميع هنا يتفق على كون الدموع هي الدواء الشافي لغسل القلوب من حزنها وكدرها، لكن الصوت الحزين الشجي المدرب على تحريك الدموع هو الوحيد الذي يعي متى وكيف يكسر سد الحزن ليتدفق سيل الدموع. في موضوع مهم في العراق، المقامات الموجودة، المقامات الشرقية مش مقامات العربية، الشرقية بشكل عام بما فيها إيران وتركيا، 45 مقام. في العراق 51 مقام. كل المقامات الستة هاي اللي انضافت في العراق كلها حزينة. هاي مهمة جدا. ومنها المحمداوي، المخالف، مو حزينة بس، مبكية. ولهذا تجد أمهاتنا في العراق، أمهاتنا لما يولد لها مولود احنا بتعبيرنا تلولي لهذا المولود وتبكي، مع أن ولادة المولود هو فرح، خبر مفرح للأم، مو حزين، لكن تبقى مولانا بالليل تلولي له بطريقة حزينة تفجع القلوب، وهي هم تبكي، لا وتخلق له أعداء وهميين. هسه أنا لعله بعض المشاهدين العرب لما أقول هذه الكلمات شوية غريبة عليهم ما راح يعرفون قصدي، لكن الإخوة العراقيين لما يستمعون راح يعرفون تفاصيل ما أقول. تقول له دللول، هاي ثقافة ترى، صح كلام شعبي لكن ينم عن ثقافة. دللول عدوك ما أدري غريب وساكن شول وإلى آخره، الكلمات تخلق له عدو وهمي، وعدوك بعيد في الصحراء وتبكي لعدوه اللي هو ما موجود أساساً، وتزرع هذا الحزن العجيب الغريب في ذهن هذا الطفل وهو يرضع وهو يرتضع.
الكثير ممن تحدثنا إليهم هنا أن هنالك صنعة إنزال الدموع أو حرفة استنهاض الدموع من المقل، وهي ما يطلق عليه هنا الرواديد. لكن ماذا يقول الرواديد عن هذه الحرفة؟ طبعا الرادود الناجح هو ذلك الرادود الذي يستطيع أن يحرك إحساس الجمهور، يستطيع أن يقدم لهم كلمة صادقة، يستطيع أن يقول شيئا فيكون فاعله. الدمعة تعيدنا إلى ثقافة الرحمة فيما بيننا. الدمعة تعيدنا إلى ثقافة الرحمة والعطف والحنان، وهذا ما نحتاجه في زمننا الحاضر. احنا الآن نحتاج إلى رحمة، هذه الرحمة تكون بيناتنا كشيعة وسنة، وهذه الرحمة تكون بيناتنا كمسلمين وغير مسلمين، أيضا احنا الآن بحاجة إليها. الدموع والحزن والثياب السوداء هي العناوين الأبرز لهذه المناسبة، التي لا يمكن أن تجتمع من دون صوت يحترف الحزن ويداعب شغاف القلب ليأمر الدموع بالانهمار. ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم يا ليت. هي خبرة، الخبرة تلعب دور، هذه هي صنعة. مثل أي شخص يقول لك نكتة، مش أي شخص ينقل النكتة بشكل صحيح. فأيضا نفس الشيء الموضوع المبكي والموضوع المحزن. ونرجع إلى البيئة. العراقيين ولدوا في بيئة حزينة، شاءوا أم أبوا. والعراقيين أيضا نرجع إلى موضوع مهم، أنه رضعوا الحزن مع الحليب الأمهات من خلال دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول. هذه جدا مبكية، يعني ما ممكن أنه يقولها أو تقولها أي أم لولد رضيع. الفن العراقي وفن بكائي في النهاية، يعني تجدهم عندما يريد أن يفرح ويحزن يتجه إلى الحزن بدل أن يتجه إلى الفرح، ذلك باعتبار أن العراق منذور كأنما كما يقول البعض منذور العذاب أو ما شابه ذلك، بمعنى أن الزمن لم يضحك في وجه العراقيين رغم إبداعهم وتاريخهم الكبير. تحت كل نخلة وتحت كل شجرة ودموع العراقيين تجري مع الفراتين حتى صارت رافدا ثالثا. لا شك أن الحسين كان له الأثر بفاجعته في خلق النفسية العراقية. المنشدون العراقيون يفضلون البحرين على البقاء في العراق خلال أيام عاشوراء لقلة المنشدين المنافسين في البحرين والمقابل المالي الذي يمنح لهم تحت مسميات عدة، لكنها في النهاية تعتبر مكافأة مجزية لتأثيفهم مشهد الحزن في عاشوراء. والشعر الحسيني شعر عراقي، التعزية عراقية. لم ينجح الخطيب إذا كان من غير العراق، ولم يؤثر في نفوس الناس إن لم يحفظ شعر العراقي. كان الخطيب والرادود يأتي من الحوزة لمشاركة أهالي البحرين. أما الآن تطورت الأمور، أصبحت المآتم لها وقف، بالمعنى الصحيح لها مدخول. فالخطيب والرادود يأتي بدعوة رسمية من أصحاب الماتم، فهم يتكلفون بإجرته يكرمونه. ومعظم الخطباء المشهورين سواء في السابق أم في الحاضر، إن أراد أن يمتحن نفسه أنه خطيب ناجح، مجيء البحرين أهالي البحرين هم اللي يميزونه. أن الذي يأتي من العراق في النهاية هو جاي من نفس موقع الواقعة، فبالتالي لها بعد. ولكن يعني الموجود في ذاكرة البحرينيين أكثر ما هو موجود هو الشيخ الوائلي أحمد الوائلي
رحمه الله. هذا الشيخ استطاع أن يقدم صورة حضارية لثورة كربلاء عندما يطرح الجانب العلمي ويتناقش في قضايا علمية وفي كثير من الأمور، وهو يعتبر عميد الخطباء باعتباره فعلا حاول أن يزرع ثقافة على المنبر. طبعا ومجيء العراقيين إلى البحرين ليس جديدا، صدقني في السبعينات وأول نزول الطائرات في العراق، يعني استوى العراق استورى الطائرات، كانت الطائرة قبل محرم في السبعينات تمتلئ خطباء منبر حسيني وتأتي إلى البحرين مليئة بهم، يعني لعله كانوا يأتون أكثر من الآن، وكبار الخطباء خطباء بمستوى الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله، وخطباء من هذا الطراز ومن هذا النوع، يعني الرواد ما يعبر عنهم الآن بالرواد، كانوا يأتون إلى البحرين. وبطبيعة أهل البحرين أنهم يتذوقون القراءة العراقية، والسبب هو هذا، السبب أن العراقي يتفنن في رثاء الحسين وفي بيان مظلومية الحسين. إضافة إلى ذلك لا تنسى أن حوزة الشيعة الأساسية في العالم هي في النجف في العراق، هذه مسألة مؤثرة، فالنجف هي تصدر الخطباء، تصدر العلماء، كما يعبر عنها الرئيس العراقي حاليا بفاتيكان الشيعة. هنا حيث الألوان لا تلقى رواجا في ظل تسيد اللون الأسود، يكون للحزن على الطريقة العراقية كلمته التي تبهت حولها باقي الكلمات. البحة موجودة حتى في إسبانيا، موجودة في كل دول العالم موجودة، ولكن هل في إسبانيا يستخدمون بحتهم في الفلامينكو؟ موجودة بحة كبيرة أكبر من الموجودة في العراق، لكن العراقيين يستخدمون هذه البحة ويوظفوها في الحزن أكثر من الأحاسيس الأخرى. طبعا تختلف الأصوات في المنشد العاشورائي بين صوت أكثر شجا وصوت أقل شجا، لكن في الحقيقة والواقع نحن لا ليس المطلوب منا أن نعبر عن لون واحد من الحزن والشجا. الحزن له أبعاد عدة، يمكن أن يكون الحزن حالة جمالية أساساً، يمكن أن يشكل الحزن في عاشوراء ابتسامة. الشعوب الشرقية تميل إلى البكائيات، تميل إلى الحزن، ولكن نحن يجب أن نأخذ الحزن لأن يقودنا إلى الجوانب الإيجابية، بمعنى أن يكون هنالك توازن. فلذلك حتى تجد في كثير من الفن العربي، في الغناء العربي، في الفن، في الأناشيد، طابع الحزن موجود في الفن العربي، ولكن نحن نقول كيف نستطيع أن نجعله لأن يكون إيجابيا، كما يطرح السيد محمد حسين فضل الله، كما يطرح مطهري، كما يطرح الكثير من هؤلاء الذين يعملون على نقد إيجابي لظواهر الحزن في العالم. نحن في موكب العجم، وهو موكب المعزين من أصول فارسية، ورغم محافظة القائمين على جنائزية المشهد إلا أنه لا مكان للدموع في جوار الموكب. ربما يعود الأمر إلى استخدام الموسيقى على خلاف الطريقة العراقية التي تعتمد الحبال الصوتية للرادود. في البحرين
أنا ألتقي برجال كبار السن يقولون كنا نشتري الراديو، والراديو الذي لا يخرج صوت العراق أو صوت حضير أبو عزيز نسترجعه هذا الراديو، هذا المذياع. فهم تربوا على الاستماع لهذه الأغاني أو لهذه الثقافة الحزينة وثقافة الأناشيد الدينية وهذه الأمور كلها. ورغم أنها مناسبة دينية للمسلمين، إلا أن الشيعة يحيون طقوسها بشكل مختلف عن باقي المذاهب الإسلامية. هذه المشاهد هي لموكب العزاء التقليدي لأهل البحرين، حيث يختلف إيقاع الحزن وتختلف طريقة لطم اليد بالصدر، حيث يتجرد الرجال من ملابسهم العلوية ويمشون حفاة في مشهد يحاكي شكل أمواج البحر. عندما تداعب ألحان سيمفونية الدموع النهاية، يرسم البكاء دما ملامح الحكاية. أنا حقيقة أنا أعتقد أن الابتسامة يجب أن تكون لغة الشعوب، يجب أن يكون الإنسان إيجابيا في الحياة، يجب أن يوظف أيضا الوجع والألم بطريقة إيجابية كما يطرح في علم البرمجة اللغوية وإلى آخره. كيف توظف الجرح لأن يتحول إلى فرح، كيف توظف الوجع لأن يتحول إلى قيمة إيجابية في حياتك. ليست كل ابتسامة تدل على إكسير الحياة. أما الحزن فمن آثاره التعمق في الفكر، هكذا تقول الفلسفة. إذا أصيب الإنسان بالحزن من آثار ذلك أن يكون عميق الفكر، فإذا كان متعمقا في فكره انحلت له المشكلات، لأن الحياة فكر. رحلة الدموع تنتهي بعد أن تطوي أيام عاشوراء عباءتها السوداء، لكنها ستنطلق من جديد في الموعد نفسه مع تجدد عودتها كطقس تاريخي تمتد حدوده الجغرافية داخل النفوس البشرية الممارسة لطقس الحزن كعبادة.